صباح الخير، عاملين ايه؟ هاي هاي، دي مش بتاعتكم، دي بتاعت خديجة. بس انا بقيت الدنيا داخله عندي بكلم محمد اقول له احط لك الهم. عايز تعمل بوتي؟ يعني في حاجات كده. فهاي هاي هاي اللي طلع دي مش ليكو، دي بالغلط، دي المفروض لخديجة. المهم النهارده كده قمت افطر، بعدين جه في دماغي انا عايزه اسال الذكاء الاصطناعي شويه اسئله كده في حياتي، واشوف هو بيجاوب زيي ولا لا. فكمان مش بس كده، كتبت على الانستجرام: يا جماعه حابين تسالوا ايه للذكاء الاصطناعي؟ فجات لي شويه اجابات. الكاميرا هتفصل. جات لي شويه اجابات، فيلا نروح نشوف هنسال ايه الذكاء الاصطناعي وهيقول لنا ايه، وبيفهم الراجل ده ولا مش شغال. الاول عشان انا عامله دايت اليومين دول. اوكي، طيب شايفيني كده عامله دايت اليومين دول، فهتفطروا معايا على المكتب. اوعى يكون في حد بيتضايق يتفرج على حد وهو بياكل، بس انا هاكل بصراحه. ده افوكادو و... و... وبيض وتوست. العيش ده حلو قوي للدايت، وشويه خس كده. يلا بينا. طيب، جبت فطاري، هنفطر. وهدخل الاول اشوف انا في حاجه في دماغي عايزه اسالها، بس هدخل الاول اشوف انتوا سالتوني ايه على الانستجرام. مش عارفه هيكونوا لحق ولا لا، عشان انا لسه كاتبه من شويه يعني. اول سؤال بقى واللي جه في بالي، ولا اللي هو انا محتاجه اسال السؤال ده بشده، وهو اكتر سؤال بيشغلنا. اوكي، ازاي اكون سعيد في حياتي؟ قول يا عم الذكاء. خش علينا، اسمعوا بقى، اسمعوا اجاباته بقى. بيبدأ الذكاء الاصطناعي بيقول لنا ان السعادة هي حالة ذهنية بتتميز بالشعور بالرضا والرضا عن الحياة. يمكن ان تكون السعادة شعورا عابرا، او يمكن ان تكون حالة دائمة. هناك العديد من الاشياء التي يمكنك القيام بها لتزيد من سعادتك في الحياة. اليك بعض النصائح. كن ممتنا. كلام مين ده؟ كلام مين ده؟ ركز على الأشياء الجيدة في حياتك وكن ممتنا ليها. يمكن أن يساعدك هذا في تغيير تركيزك من السلبي للإيجابي. دي حقيقي. يعني هو من الآخر بيقول لنا بصوا يا جماعة، نص الكوباية المليان، متفضلوش قاعدين تبصوا على نص الكوباية الفاضي. طيب، اقضي وقت أكتر مع الأشخاص اللي بتحبهم. ان العلاقات الايجابيه دي هي اللي هتخليك سعيد، وانك تقضي وقت مع اشخاص بتحبها برضو بتدعمك، ده هيخليك سعيد. مارس الانشطه اللي بتستمتع بيها. اوكي، افعل الاشياء اللي بتستمتع بيها وتجعلك تشعر بالراحه. يمكنك ان تساعدك هذه الانشطه في الاسترخاء وتفريغ عنك الضغوطات. ان يكون في رياضه معينه انت بتستمتع بيها تعملها، او نشاط معين. حافظ على صحتك البدنيه والعقليه. طبعا انه تاكل هيلثي زي ما قلنا، تعمل رياضه بانتظام وتنام كويس. ساعد الاخرين. ان يساعدك مساعده الاخرين، ان يساعدك يمكن ان يساعدك مساعده الاخرين على الشعور بالرضا والهدف. وابحث عن طرق لمشاركه وقتك ومهاراتك مع الاخرين. كن حاضر. ركز على اللحظة الحالية واستمتع بالتجارب اللي بتمر بيها، ولا تجعل نفسك مشغولا جدا بالتفكير في الماضي او المستقبل. إليك بعض النصائح الإضافية اللي ممكن تساعدك. حط أهداف واقعية. عندما يكون لديك أهداف تسعى لتحقيقها، يمكن أن يساعدك ذلك في الشعور بالإنجاز والتحفيز. تعلم كيف تقول لا. لا تخف من قول لا للأشياء التي تريد القيام بها. يمكن أن يساعدك ذلك في حماية وقتك وطاقتك. اغفر للآخرين. عندما تتعلم كيف تسامح الآخرين، يمكنك التخلص من المشاعر السلبية التي تعيق سعادتك. اغفر لنفسك. ولو اتعلمت تسامح نفسك، يمكنك التخلص من الشعور بالذنب. تذكر أن السعادة هي قرار. يمكنك أن تقرر أن تكون سعيد بغض النظر عن الظروف التي تواجهها. تعالوا بقى نسمع رأي هدير. ما أنا برضو مش هاخد كده رأي يعني الحاج ده واسكت. لا. الحالة الدائمة هي الرضا والسلام. أنا حاسة إنه إحنا بنتلخبط ما بين السعادة والسلام. اللي هو اتكلم عنه النهارده دي، والحاجات اللي انتي بتعمليها دي كلها ممكن نلخصها في حاجه واحده بس: التوازن. انك توصلي في حياتك للتوازن. زي ما قلت لكم زمان و100 مره قلتها، انك هتعملي ماب او اي حاجه
على فكره خدتها في الدبلومه بتاعتي، اسمها ذا ويل اوف لايف، اللي هي عجله الحياه. بتكتبي فيها جوانب حياتك اللي هما الستة، تمام. تكتبي بقى جانب الصحة، جانب البيت، العائلة، الأصدقاء، جانب الشغل، جانب المال، الجوانب دي كلها. وبتبدأي تشوفي انت راضية عن كام حاجة فيها وتسعي انك تحسني منها. ده بالنسبة لي اللي هو بتكلم عنه ده، ان انا اوصل للتوازن، يعني اوصل للتوازن واوصل للسلام. طيب لما بوصل للتوازن وبوصل للسلام بيعملوا ايه؟ لما بتبقى في لحظة متطلبة مني السعادة بكون سعيد. انما مفيش حاجة اسمها انا انسان عايش سعيد، لا، انا ممكن اكون انسان ايجابي، انسان راضي، انسان عندي سلام داخلي. فلما بتبقى في فرصة للشعور بالسعادة انا بسعد. ده يعني باختصار المفاهيم اللي بنتلخبط فيها. يعني ان احنا نكون ممتنين، الامتنان ده بيعمل عندنا الرضا، ولما بنكون راضيين بتبقى عيننا في حياتنا، فبنبقى مركزين في اللحظة اللي احنا عايشين فيها، فبنستمتع بيها وبنتبسط بيها، فبالتالي بنقدر نبقى سعداء بكل مراحل حياتنا. فما تفتكروش ان في انسان طول الوقت المفروض يكون سعيد سعيد سعيد، لا، في انسان طول الوقت المفروض يكون ايجابي، يعني في عز وعكته وحزنه وزعله هو ايجابي، ويحاول بقى ان هو يوصل للتوازن. فده كده مختصر انك لازم توازن حياتك. في اجابة تانية انا كنت دورت عليها قبل دي، كان بيقول فيها برضو انك تمارس هوايات، وده اللي انا عملته وصورت فيديو كده ان انا دلوقتي بدور على هواية اكون بعملها. دي بقى بتفك الضغط خالص. يعني الهواية دي حاجة كده برضو بتوازن العجلة شوية. لو انتي حياتك كلها مسؤوليات وتعب وبتجري ورا نفسك وتعبانة وكده، فهي دي بتوازن شوية الحياة. بتحسي ان في عندك حاجة كده بتروحي تفصلي فيها من الدنيا وتعمليها. فمهم جدا ان انتوا قبل سنة 2024 تدوروا على هواية تعملوها. اخر سؤال بقى اسأله له قبل ما اقوم عشان محيرني جدا، هو اطبخ ايه النهارده؟ بناء على بحثي اليك بعض الوصفات. والله العظيم الراجل ده كويس، مش جوزك اللي تساليه اكل ايه يقولك اي حاجه. مكرونه بالصلصه الحمراء، دجاج مشوي، سمك مشوي، رز بالخضار، سلطه، اتغدى سلطه، وجايب لي كمان طرق الحاجات اللي بتعملها. لا ده اكل بدائي قوي، يعني بتاع واحده لسه في اول سنه جواز وطلقنا ده. عامه انا هطبخ النهارده لحمه مشويه، وهطبخ لخديجه باميه ما بتاكلش غير الصلصه بتاعتها وسلطه. سلطه افوكادو. قولوا انتوا تطبخوا ايه النهارده. المهم ده كان رأي الذكاء الاصطناعي في بعض الأسئلة. اكتبوا لي في الكومنتس، أنا كان نفسي في أسئلة كوميدية بس ما عنديش بصراحة، دماغي عميقة الفترة دي. اكتبوا لي في الكومنتس أسئلة خفيفة نسألها له، ممكن أعمل بارت 2. بس والله بجد لا أي حاجة بتقريها بتفتح، يعني وأنا بقرا رأيه في السعادة في الحاجات دي تفتح في دماغي 100,000 حاجة. فلذيذ. شكرا يا عمو الذكاء الاصطناعي. واكتبوا لي في الكومنتس اسالوا ايه المره الجايه. حبيت اعمل لكم النهارده فيديو خفيف لطيف ظريف عشان نكسر شويه مود الفيديو الكئيب بتاع اللي فات، بحاول انسيكم. فيا رب يكون الفيديو عجبكم، متنسوش تعملوا لايك او كومنت، وكمان تتفحوا. انا قلت ان انا ماليش اقول الكلام ده والله العظيم. افتحوا النوتيفيكيشنز عشان يجيلكم اول ما انزل الفيديو. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، بحبكم قوي قوي قوي. باي.